كده الخشن ده بالصوت خلصت. خلي بالك الشطف ده سر من اسرار مهنه البروسلين، محدش في الكره الارضيه هيقول لك عليه غير هتلاقيه موجود في قناه سالم المغلط. هنقفل 2 مشطوفين على بعض ونوريكم الجوده التسليم للعميل عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين جوده الشطف بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هعلمك تشطف البروسلين بدون شرذمه بكل اريحيه. بس شرط الوحيد عشان تستفيد مني كمل معايا الفيديو لغايه الاخر، واحنا ان شاء الله مش هنطول عليك. اول حاجه لازم يبقى معاك صاروخيه ويفضل 3 صواريخ، بس هنفترض ان انت معاك 2 صغيرين زي الفيديو ده. هتجيب اسطوانه ستار او اي اسطوانه انت عايز تشطف بيها، وهتخش هتلاقي كده يا محمد. تعالى هنا كده قرب على سقف البلاطه. البلاطه دي سم يعني 10 مللي، هتاكل منها 8 مللي وتقف او 7 مللي وتقف. تمام. هنديكوا نظره سريعه. طبعا هنسيب ال3 مللي دول. قرب كده يا محمد. احنا شطفنا البلاطه اهو شطف عشوائي، سايبين ال3 مللي دول اللي هم قيمه الشويه دول ما بنشطفهمش. ارجع كده هنا يا محمد. بنجيب الصاروخ الثاني، بنجيب فرخ اصفر زي ده. في ناس بعد كده بتنضف بسكوتشات، انا ما بحبش السكوتشات. انا الشغل بتاعي بشتغل بفروغ من دي، عملت لها كذا فيديو. بشتغل بفروغ جرانيت من دي، فروغ صنفره جرانيت من دي. بجيب السكوتشه دي الجلده دي سهله خالص، موجوده هي والاسطوانه بتاعتها كده بتركبها هنا كده. ببدا بالفرخ الخشن ال 16 ده، نادر لما تلاقيه شويه في السوق ال 16 ده. لو ما لقيتوش البديل بتاعه 40. وببدا اعمل ايه؟ وباكل بيه كده، بس خلي بالك عشان ده بيطلع شراب ممكن يقرا فيه. طبعا شطفنا بالخشن زي ما انتم شايفين كده. كانت 3 مللي، سايبين دلوقتي حاليا ملي واحد زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هنقف كده يا محمد. هنبدل الفرخ كده. الخشن ده بالصوت خلصت. خلي بالك الشطف ده سر من اسرار مهنه البروسلين، محدش في الكره الارضيه هيقول لك عليه غير هتلاقيه موجود في قناه سالم المغلط. طبعا هتجيب فرخ 60 ده تنعيم ده، قوم مركبه على السكوتشه بتاعتك وتبدا ايه تنعم. ده اسهل مرحله ممكن. حط الشيء على رجلك كده. طبعا بص كده، صور لي كده حرف البلاطه. لو انتم ملاحظين احنا ما استخدمناش نقطه ميه، ما استخدمناش نقطه ميه خالص زي ما انتم شايفين كده. وده الشطف اهو من ورا اهو. طبعا زي ما انتم شايفين كده الشطف بسم الله ما شاء الله، سر من اسرار مهنه البروسلين، محدش هيقول لك عليها، ولا في شرذمه ولا حطينا نقطه ميه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده ادي الجوده بتاعته. ما ينفعش تكون لسه مكمل معاه لغايه هنا وما تكونش حطيت لايك. هنوريكم التقفيل. هات كده البلاطه دي يا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنقفل 2 مشطوفين على بعض ونوريكم الجوده التسليم للعميل عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين جوده الشطف بسم الله ما شاء الله. اتمنى رايكم. خلاص.
خلاص يا محمد اطلع. طبعا الفيديو متمنتج، الشطف ده بياخد وقت كتير، بيحتاج عدة لكذا صاروخ، 3 صواريخ او صاروخين، بيحتاج صنفرة من دي. تمام. الشطف ده يا جماعه بياخد وقت عشان يطلع بالجوده اللي انت شفتها دي. طبيعي ان الصنايعي هيعمل لك الشطف بسعر لوحده، مش هيديهولك بسعر الشغل في حياته. سعر الشطف ده طوله بيتراوح متر طول كده 300 جنيه بسبب الوقت اللي بياخده وبسبب المجهود. واتمنى لو اي صنايعي استفاد مني يدعمنا بلايك ويتابعني ويحط لي اشتراك على القناه، عشان كل جديد هتلاقيه موجود في قناه سالم المبلط للسيراميك والفلسطين.